مرحبا، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وعافية. اليوم راح أشتغل وياكم كيكة الفواكه، وهذه الكيكة كلش سهلة وحتى التزيين مالتها كلش بسيط. وهسه نقول بسم الله ونبدأ بالطريقة. طبعا الكيك الإسفنجي لازم يكون مشتغلين قبل يوم. هنا عندي شوكولاتة ذوبتها على حمام ماي، أي نوع من الشوكولات تقدرون تستخدمون. وبعدها ضفت كوبين من الكريمة زائد كوب إلا ربع من المي البارد وخفقته لحد ما صار عندي بهذا الشكل. وكلش ضروري كريمة التزيين تكون بهذا القوام عندكم، ما تكون خفيفة. بعدها حطيتهم ضربة كلش خفيفة بالخفاقة. ونقطة كلش مهمة حتى تثبت وياكم الكيكة، فخلوا شوية من الكريمة على قاعدة الكيك. وبعد ما ضفت الطبقة الأولى من الكيك ضفت طبقة من الكريمة. ضروري تكون عندكم الكريمة متساوية حتى الكيكة ما تطلع وياكم مايلة. وبالنسبة لساق الكيك مثل ما شفتوا ما سقيتها بأي شي لأن الكيكة كلش طرية. طريقة هذه الكيكة اشتغلتها بطحين الإسفنج بدون محسن. راح أنزل لكم طريقة الإسفنج إن شاء الله بالفيديو اللي بعد هذا. وبالنسبة للفاكهة فأنتوا بكيفكم تقدرون تستخدمون أي نوع انتوا تحبون من الفاكهة، بس أكثر فاكهتين يطلع طعمهم متوازن ويا كيكة الشوكولا هو الموز أو الفراولة. وخطوة كلش راح تسهل عليكم شغل الكيك إذا كنتوا ما مستعجلين، فتحطوها طبقة خفيفة من الكريمة وبعدها تدخلوها للتبريد لحد ما تتماسك عندكم الطبقة الأولى من الكريمة. تقدرون تحطوها طبقة ثانية وكلش راح يسهل عليكم الشغل هيج. وهذا الشكل النهائي للكيكة. أتمنى استفاديتوا من الفكرة. أترككم في حفظ الرحمن، مع ألف سلامة.